السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم الكاتب والمؤلف خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات ومترجم لغة مصرية قديمة ومؤلف سلسلة الأجداد عن الحضارة المصرية باللغتي العربية والكرواتية. سوف نتحدث اليوم عن منطقة صان الحجر أو تنيس. تنيس أو صان الحجر الحالية كانت عاصمة لمصر، وكان اسمها صان لكثرة الأحجار فيها، أطلق عليها العرب صان الحجر. وجاء ذكر تنيس في الكتاب المقدس من العهد القديم باسم صواعن في أشياع. وصان الحجر هي إحدى القرى التابعة لمركز الحسنية، تقع على بعد 32 كيلومتر من مدينة فقوس وحوالي 150 كيلومتر شمال شرق محافظة القاهرة. وكانت تنيس أو صان الحجر عاصمة للإقليم التاسع عشر من إقليم مصر السفلى. وتشير بعض الشواهد الأثرية إلى أن المدينة يرجع تاريخها إلى الدولة القديمة، حيث عثر على كتل حجرية تحمل أسماء الملك خوفو والملك خفرع والملك بيبي الأول من الأسرة السادسة من الدولة القديمة. أما في الدولة الوسطى فقد عثر على آثار من عهد الملك أمنمحات الأول وسنوسرت الأول، ووصلت إلى الازدهار في عهد الملك رمسيس الثاني. في عهد الدولة الحديثة الأسرة التاسعة عشر، وكان تخليدا لزيارة أبيه وجده للمدينة، حينما كان جده أحد قوات جيش حور محب، وأبيه هو القائم على شؤون هذا الاحتفال، وقت أنه كان ضابطا وقبل أن يصبح ملكا على مصر باسم الملك سيتي الأول. وتتحدد اللوحة تاريخ الزيارة بعد في عام 1330 قبل الميلاد، وتذكر مدة 400 عام على عبادة الإله ست في هذه المدينة واعتلاء مرتبة السيادة على البلاد. وما زال حتى اليوم بتنيس سور المدينة من الطوب اللبن الذي شيده الملك بوسيانس الأول، ويبلغ سمكه 7 أمتار وتحمل القوالب اسمه. وقد شهد الملك أيضا الملك رمسيس الثاني المعبد الكبير والمعبد الصغير ومعبد الإله عنات وعدد كبير من المسلات. وقد جرت إضافات للمعبد في عهد الأسرة الواحدة والعشرين من العصر المتأخر. ويوجد بها البحيرة المقدسة بتنيس، وهي الوحيدة المعروفة حاليا في الدلتا، لكنها تخلو من الماء. والواقع أن البحيرات المقدسة قليلة رغم كثرة المعابد. ويوجد في تنيس أيضا مجموعة من الآثار في تنيس، وأيضا يوجد مجموعة من الآبار التخزين المياه اللازمة لاستخدام العمال في الأعمال الإنشائية والكهنة وموظفي المعابد الذين يقومون بالطقوس الدينية للمعابد، وضم الجبانات الملكية للمقبرتين الأسرتين العظيمتين الواحدة والعشرون والثانية والعشرون من العصر المتأخر، وبعض الملكات والأمراء والقادة العسكريين. وتصغر تنيس بمجموعة كبيرة من المسلات لعلها الأكثر عددا من أي منطقة أخرى، قد كسرت معظمها نتيجة الزمن والهزات الأرضية وتحطيم الغزاة لها ونقل بعضها إلى أماكن عامة، مثل مسلة رمسيس الثاني المقامة في حديقة الأندلس ومسلة القائمة في مطار القاهرة الدولي. كما خرجت بعض المسلات أيضا لتزيين ميادين أوروبا، ومعظمها من صان الحجر ومن الأحجار الجرانيتية الوردي. ويذكر الكتاب المقدس التوراة أن اليهود عملوا في مدينة صان الحجر، ولكن لم يستقروا المؤرخين بتحديد من هو فرعون الخروج. وشكرا لحضراتكم، وكان معكم خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات ومترجم لغة مصرية قديمة.